السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله لو بتتابعيني لأول مرة، دي قناتي، أنا منى أيوب. هنعمل مع بعض الشنطة اللي انتوا شايفينها دي. هي شنطة كروشيه من خيط المكرمية القطن. تقدري تعمليها بكل سهولة، حجمها كبير حوالي 40 سنتي في 30 سنتي. ما شاء الله تنفيذها كمان سهل. ودي بعض الصور اللي أنا عملتها على القناة، هسيبكم تشوفوها واكتبولي في الكومنتس لو عجبتكم ولا لأ. وبعدها إن شاء الله هننفذ الفيديو بتاعنا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم علشان نبدأ الفيديو بتاعنا. أنا عندي مكرمية قطن، حوالي 3 بكرات. أنا جايبة 4 بس استخدمت ال3 وخدت جزء صغير جدا من البكرة الرابعة. السمك بتاع الخيط رفيع حوالي 3 ملي. تقريبا نفس السمك بتاع الخيط اللي هو الخيط بتاع هيمالايا اللي أنا كنت بستخدمه. علشان كده الإبرة اللي أنا هستخدمها مقاس 3.5. اهي هي دي الإبرة اللي أنا هستخدمها، وهي دي مناسبة للخيط. لو حابة تستخدمي خيط أتخن شوية هتستخدمي إبرة حوالي 5 أو 5.5. هبدأ كده أعمل البداية بتاعتي. كل اللي هعمله إن أنا هبدأ أرتفع سلسلة. مجرد بس إن أنا هدخل وأطلع وأعمل سلسلة. هسيبها واسعة شوية علشان لما أجي أشتغل في الغرزة بتاعة السلسلة هشتغل في الحلقة الخلفية. هدخل كده واطلع لغاية ما اعمل سلسلة مكونة من 24 غرزة من السلسلة. وده المقاس اللي انا عايزاه للقطعة بتاعتي. بصوا هتبقى حوالي 15 سنتي. طبعا لو انتي حابة تعملي الشنطة اكبر هتزودي حوالي 2 سنتي، او على حسب المقاس اللي انتي عايزاه. هرتفع كده غرزة سلسلة وادخل في الحلقة الخلفية واعمل غرزة حشو. هطلع كده ب2 على الإبرة وبعدين اطلع منهم تاني. انا بشتغل في الحلقة الخلفية بتاعة الغرزة بتاعة السلسلة. مجرد ان انا هدخل واطلع واعمل غرزة حشو. هفضل شغالة السطر كله بنفس الطريقة. هدخل في الحلقة الخلفية من كل غرزة من السلسلة بدون اي تزايد واعمل غرزة حشو. بدخل كده اهو واسحب الخيط وبعدين اطلع من الاتنين كلهم واعمل غرزة حشو. بصوا شكل الغرزة بتاعتي من الناحية دي هتبقى زي الناحية دي. هفضل شغالة لغاية ما اوصل للجزء ده بعد ما خلصت عملت اول سطر بعد السلسلة، هو عبارة عن غرزة حشو بدون اي تزايد. هرتفع كده غرزة سلسلة علشان ابدأ السطر الجديد. هدخل في الحلقتين مع بعض وبعدين اعمل غرزة حشو وبعدين تاني هسحب الخيط. بقى معايا 2 على الإبرة هطلع منهم واعمل غرزة حشو في كل غرزة هتقابلني. هدخل واطلع واعمل غرزة حشو بدون اي تزايد لغاية ما اوصل برضو لنهاية السطر بتاعي كله بنفس الطريقة. خلاص كده انا خلصت السطر التاني، والسطر التاني عبارة عن غرزة حشو في كل غرزة بدون اي تزايد. هرتفع كده غرزة سلسلة وابدأ السطر الجديد. هدخل واطلع وبعدين هسحب الخيط من على الخيط اللي على الإبرة واعمل غرزة منزلقة وبعدين هاخد لفة وادخل في الغرزة اللي بعدها. بقى معايا 3 هطلع منهم كلهم واعمل نص عمود. تاني اللي بعدها هدخل واطلع واعمل منزلقة وبعدين هاخد لفة وادخل واطلع واعمل غرزة نص عمود. يبقى السطر ده كله همشي واحدة منزلقة وواحدة نص عمود بدون اي تزايد. مجرد بس ان انا بدخل اعمل مرة منزلقة وبعدين مرة نص عمود لغاية برضو ما اوصل لنهاية السطر بتاعي بنفس الطريقة. خلصت السطر التالت اهو، عبارة عن غرزة منزلقة وغرزة نص عمود، وده شكلها من ورا طبعا. هرتفع سلسلة وبعدين هلف الشغل بتاعي. ادخل في اول غرزة واعمل غرزة حشو. تاني في الغرزة اللي بعدها تاني غرزة حشو. تالت غرزة حشو.
وهمشي كده السطر كله 24 غرزة حشو بدون اي تزايد. وده السطر الرابع عبارة عن غرزة حشو. بعد كده هرتفع غرزة سلسلة، وبعدين هدخل واطلع واعمل غرزة حشو، وبعدين تاني غرزة حشو، اللي بعدها تالت غرزة حشو. والسطر ده برضو همشي فيه كل غرز حشو بدون اي تزايد، هيطلع عندي برضو 24 غرزة حشو لغاية نهاية السطر. انا كده خلصت السطر الخامس، كان عبارة عن كل غرز حشو هرتفع غرزة سلسلة، وبعدين اول سطرين كانوا عندي غرزة حشو، وبعدين السطر اللي بعد كده منزلقة ونص عمود، وبعدين سطرين حشو. هبدأ بقى السطر السادس. طيب هنعمل ايه؟ بصوا كده، انا عايزة السطر ده يبقى فيه حاجة بارزة، فهدخل فيه الحلقة بس الخلفية. يعني انا كنت الاول بدخل في الحلقتين مع بعض، لا انا هنا هدخل في الحلقة الخلفية بس، واسحب الخيط بقى معايا 2 هطلع منهم واعمل غرزة حشو. يبقى بدخل في الحلقة الخلفية بس، هشتغل في الحلقة الخلفية غرز حشو لغاية نهاية السطر اهو. بدخل كده في الحلقة الخلفية بس، وبعدين اسحب الخيط واعمل غرزة حشو. وده السطر السادس بتاعي عبارة عن غرز حشو في الحلقة الخلفية برضو بدون اي تزايد. مجرد بس ان انا بدخل في الحلقة الخلفية واعمل غرزة حشو. انا عايزة الشغل بتاعي يبقى بارز او فيه شكل معين. بصوا ده كده الشكل بتاعه، وده ماشي مع السطر اللي هو كان منزلقة ونص عمود. هفضل ماشية برضو لنهاية السطر بنفس الطريقة. ده كده السطر بعد ما خلص. هيبقى فيه جزء بارز، هو اهو السطر السادس عبارة عن غرزة حشو في الحلقة الخلفية. كل الشغل بتاعي هيبقى عبارة عن كده. اول سطرين كانوا غرزة حشو، وبعدين السطر الثالث كان عبارة عن منزلقة ونص عمود، وبعدين الرابع والخامس حشو، وبعدين السادس عبارة عن غرزة حشو في الحلقة الخلفية. يبقى أنا هبدأ أشتغل سطرين، وبعدين السطر اللي هو منزلقة ونص عمود، وبعدين سطرين، وبعدين السطر اللي هو غرزة حشو في الحلقة الخلفية. هفضل شغالة كده، هرتفع وبعدين هلف الشغل بتاعي واكرر الست سطور دول تاني. هبدأ بقى تكرار الست سطور عبارة عن ايه؟ اول سطر حشو، تاني سطر حشو، تالت سطر منزلقة ونص عمود، رابع سطر حشو، خامس سطر حشو، والسادس حشو في الحلقة الخلفية. عملت قطعتين اهم عبارة عن يعني تكرار الست سطور اللي احنا قلنا عليهم. بصوا القطعة شكلها عامل ازاي، والجزء ده بارز. يا رب تكون واضحة يعني في الصورة. كانت الجزء اللي احنا بدأناه كان حوالي 15 سنتي، فدي أبعاد القطعة اهي 15 سنتي. والطول اللي هو الطول الكامل بتاعها 40 سنتي. طبعا لو عايزة الشنطة أكبر من كده، حجمها أكبر من كده، تقدري تزودي في المقاسات بتاعتك. خلاص أنا عملت أهو قطعتين، وفي قطعتين تانيين، بس القطعتين التانيين هقول لكم هنعملها قد ايه عشان الإيد بتاعة الشنطة. دي كده القطعة التالتة انا عملتها. بصوا الطول النهائي برضو بدايتها 15، بس الطول النهائي 37 سنتي. برضو هيبقى الطول بتاعها النهائي 40، بس من 37 ل 40 هو ده الجزء بتاع الايد. يعني هكملها وهوريكم هنعمل ايه. هبدأ كده الشغل بتاعي، هحط كده الابرة وبعدين اشتغل تاني. مش هلف بقى وهرجع، لا انا هعمل سلسلة. هدخل بس كده وارتفع سلسلة. طول السلسلة دي هي طول الايد بتاعتي. مجرد بس ان انا بدخل واطلع واعمل سلسلة. عملت سلسلة اهي. لما يعني عملتها على 2 هتطلع حوالي 20 سنتي، يعني الطول الكامل ليها 40 سنتي اهي. خلاص ده طول الايد اللي انا عايزاها. ولو حابة تعمليها اطول من كده، بس انا شايفاها مناسبة، لو حابة تعمليها اطول من كده تقدري تزودي بكل سهولة. هبدأ كده ارتفع غرزة سلسلة، وبعدين ادخل على يعني ادخل في الحلقة الخلفية بتاعة كل غرزة سلسلة واعمل غرزة حشو. هي بس ايه في الاول صعبة، بس ايه عادي. انا اهو دخلت في الحلقة الخلفية وعملت غرزة حشو، وبعدين تاني انا بلف الشغل كده وبدخل في الحلقة الخلفية اللي ورا واعمل غرزة حشو. على فكرة تقدري تشتغلي عادي في الحلقة، يعني مش في الحلقة الخلفية ولا حاجة، بس انا شايفاها كده انضف للشغل، وكمان مش بتبقى الايد مشدودة من ناحية ومن ناحية، لا بتبقى من ناحيتين زي بعض بالظبط. هفضل شغالة السلسلة كلها لغاية المكان ده، وبعدين هقول لكم هنعمل ايه.
خلصت اهو. بعدين هشتغل، بعد ما خلصت هشتغل بقى على الحلقتين مع بعض عادي، مفيش حلقة خلفية ولا حاجة، مجرد بس ان انا بدخل في الحلقتين مع بعض، وهكمل الشغل بتاعي واعمل غرز حشو. والجزء ده هعمله كله غرز حشو رايح راجع، من غير ولا منزلقة ولا نص عمود، ولا هعمل نص عمود في الحلقة الخلفية. عادي هعمله عادي غرز حشو في كل السطور يعني. مجرد بس ان انا بدخل في الحلقتين مع بعض كده اهو، بعمل غرزة حشو. وبصوا شكلها هيبقى عامل كده يعني بعد ما اهي. بصوا لو شدتها شكلها مش باين اهو. هكمل عادي لغاية ما اوصل لهنا. انا خلاص خلصت وهلف الشغل بتاعي، وبعدين هكمل الجزء ده السطر رايح لغاية اعدي هنا كمان، وبعدين لغاية اخر السطر، وبعدين ارجع تاني واحاول اعمل جزء حوالي ال3 سنتي اللي فاضلين، عشان لما اقيسها كلها على بعض الاقيها 40 سنتي زيها زي القطع التانية. انا خلصتها اهو. والجزء ده زي ما قلت لكم ما عملتش فيه اي يعني سطور غير الحشو بس. دي القطعتين بتوعي اهم، ودي الايد الاولانية والايد التانية. بصوا مجرد بس انا بشدها كده بايدي علشان افردها، وكده هجمع ال4 قطع بتوعي، قطعتين من غير الايد يعني، وقطعتين فيهم الايد بتاعتي. بصوا بقى طريقة الرصة دي، علشان انا عملتها بطريقة تانية وطلعت مش صح خالص. فانتوا هترصوا القطع بنفس الطريقة، كل ايد كده. انا وسعت لكم الصورة اهي علشان تشوفوها بالظبط. الفكرة الايد، القطع اللي فيها الايد عكس بعض، وكمان الجزء بتاع اللي فاضل من الايد ده هو القصير، لان انا لما كنت رصاها رصة تانية وبعد ما قفلتها لقيتها غلط فعدتها تاني لغاية ما وصلت للنتيجة دي. هترصوها بنفس الطريقة. بصوا اهو الجزء اللي فاضل من الايد الناحية القصيرة دي هتبقى تدي الناحية الطويلة اللي هنا، وهكذا. هقول لكم هنعمل ايه برضو. التشبيك بتاعها سهل جدا، اهم حاجة بس ترصوها الاول الرصة دي بطريقة صحيحة. هنبدأ نشبك القطع من هنا، وكمان من هنا لهنا، ومن هنا لهنا، ومن هنا لهنا. خلاص، يبقى احنا بس هنبدأ بتشبيك القطع. هقول لكم هنشبكها ازاي. لو لاحظتوا انا حاطه الشغل على الوش بتاعه. بصوا كده هبدأ اخد القطعتين دول مع بعض اهو، وابدأ امسكهم كده علشان اشبكهم في بعض. همسك ابرة التثبيت العادية، ممكن على فكرة تثبتيها بابرة الكروشيه، بس انا حبيت الطريقة دي. هاخد كده الجزئين دول على بعض، وبعدين هنشبكهم، ومنساش ان ده الوش اهو. هبدأ اشبكهم باستخدام الابرة، وانا هبدأ من هنا من الناحية اللي هي دي علشان الشغل يبقى البدايتين عندي مظبوطين. بصوا كده هدخل في الحلقتين دول مع بعض، وهنا برضو الحلقتين اللي قصادهم، واطلع، وبعدين هدخل تاني. بس دي اول غرزة اللي هي بثبت بيها بس الخيط بتاعي، وبعد كده هدخل في الحلقتين من هنا، وبعدين الحلقتين اللي زيهم من الناحية دي. وخلي بالكوا علشان طريقة التثبيت دي، بصوا مش هرجع تاني. بصوا الخيط من الناحية دي هدخل من الناحية اللي فيها الخيط في الحلقتين اللي بعديها، وبعدين الحلقتين اللي بعد كده بدخل في حلقتين مع بعض علشان الشغل بتاعي يبقى متين. خلاص ده الخيط من الناحية دي اهو، يبقى هدخل من الناحية اللي فيها الخيط، مش هرجع تاني وادخل من الناحية اللي هي عكسها. وادخل برضو في السطر اللي هو قصاده من هنا الخيط من الناحية دي، فهدخل في الحلقتين دول مع الحلقتين دول واسحب الخيط، وهكذا لغاية ما اوصل لنهاية الجزء بتاعي اللي عايز يتقفل. ده الجزء اهو. بصوا شكل القفلة بارزة اهي زي الجزء البارز من الشغل التاني. هفضل شغالة، هقفل كل الاجزاء زي بعض، وهي الخيط ده هسيبه علشان انا هكمل بيه حاجة تانية. قفلت اهو ال4 اجزاء كلهم بنفس الطريقة، والخيط لو لاحظتوا انا سايبة الخيط في الزيادة علشان هقول لكم هنعمل ايه بالظبط وهنقفل الجناب ازاي. ده الخيط اللي انا هستخدمه بعد كده هقفل بيه. خلاص انا هحط كده القطعتين دول على بعض، وبرضو باستخدام ابرة التنظيف هبدأ اشبكهم في بعض لغاية ما اوصل للجزء ده. وبعدين هنا الجزء ده هحط برضو كده الجزئين على بعض، وابدأ اشبكهم لغاية اخر السطر اهو. وبعدين هنا برضو هبدأ اشبك كده، هعمل زي المروحة، كل ناحية هتدي الناحية اللي جنبها. برضو هفضل
اقفلهم لغاية ما اوصل للجزء ده. ده شكل الشنطة بعد ما خلصت وقفلتها كلها. هعمل بس معاكم، هقفل الايد. بصوا كده الجزء ده بقى ممكن تقفليه خالص لغاية الاخر، وممكن تقفليه لغاية نصه بس، وممكن تسيبيه مفتوح. كده كده الفتحة بتاعت الشنطة ما شاء الله هتبقى واسعة جدا. خلاص انا هقفله بصراحة نصه بس. دي الايد اهي، هحاول اعدلها كده، وبعدين هتدي الجزء ده علشان نخيطها معاه بالطريقة اللي انتوا هتشوفوها. هبدأ كده ادخل الخيط في الجزء ده، مجرد بس ان انا عايزة ادخل بداية الخيط علشان ما يبانش اهو. تقدري برضو انتي تشبكيه بالطريقة اللي تريحك. لو انتي حابة تشبكيه بإبرة الكروشيه، في طريقة كذا طريقة للتثبيت. انا ثبته اهو، هدخله بس انا بحاول بس ادكك الخيط علشان يبقى ثابت عندي. الجزء ده اللي هو بقية الخيط هقصه، وبعدين هبدأ احط القطعة دي الايد يعني، اخش بس بالخيط عشان ابقى في بداية الايد. هحطهم كده على بعض وابدأ اخيط الجزء ده مع الجزء ده بنفس الطريقة اللي خيطنا بيها الشنطة. بدخل في الحلقتين من هنا اهو، والحلقتين اللي قصادهم من الناحية دي، وبعدين اسحب الخيط، وبعدين من نفس المكان اللي فيه الخيط هدخل هنا برضو في الحلقتين مع بعض، وبعدين في الحلقتين اللي قصادهم من الناحية التانية. مجرد بس ان انا بخيط خياطة، والخيط اللي طالع ده انا ممكن ادخله بعد كده هدككه جوه الشنطة. اهم حاجة برضو في الشغل ده ان انتي تثبتي الشغل كويس وما يبقاش ضعيف في التثبيت. وكمان كل الخيوط اللي هي البارزة دي او اللي موجودة تقدري تدككيها جوه الشنطة بطريقة كويسة علشان ما تبقاش باينة. انا هخلص الجزء ده واحاول اثبت الايد كويس، وبعدين ممكن اعملها يعني ارجع تاني عليها، وبعد كده يعني انضف الشنطة كلها من الخيوط اللي فيها. وهو ده بقى الفينش النهائي، ان انا اظبط الشنطة كلها وتبقى ما شاء الله يعني كويسة. انا هنا خلاص زي ما قلت لكم، انا هقفل الجناب دي لغاية النص هنا، وبرضو الناحية دي، وهيفضل برضو الشنطة واسعة. ممكن احط كبسولة في النص هنا بس عشان قفلة الشنطة. الشنطة حجمها كبير، وكمان ما شاء الله خدت حاجات كتير، يعني لما حطيت فيها لبس او هدوم خدت حاجات كتير. اللوجو ده ممكن تحطيه، ممكن تستبدليه باي حاجة تاني معدن، هيبقى شكله حلو. كمان الشرشوبة دي انا عملتها، حبيت احطها وادت كمان شكل كويس. طبعا انا هفنش كل الجزء ده، هشيل الخيوط الزيادة وهظبطها، وبعدين هوريكم الشنطة بعد ما خلصت عاملة ازاي. دي كده شكل الشنطة اهي بعد ما خلصت كل الخيوط ودككتها جوه. ما شاء الله الشكل بتاعها حلو جدا، لونها كمان كويس، الخيط كمان جميل. لو حابة تستخدمي خيط اتخن هيبقى معاكي، هيرمي معاكي الشغل كويس. في هما سمكين يعني. انا بصراحة حبيت الفكرة، كمان واسعة جدا من جوه. هعمل لها بطانة، وان شاء الله احاول انزلها لكم جزء تاني على القناة. دي شكل الشنطة اهي. خدت حاجات كتير زي ما قلت لكم، حجمها كبير، تقدري تعمليها ان شاء الله بكل سهولة. وهي سهلة، هي بس مجرد ان انتي تمشي بالخطوات واحدة واحدة، وان شاء الله هتعمليها بكل سهولة. بصوا كده القاعدة بتاعتها مربعة هي، فان شاء الله تعمليها. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان ان شاء الله يوصلكوا كل جديد بنعمله. وان شاء الله هنعمل مع بعض حاجات تانية كمان ان شاء الله في اقرب وقت. ولو عجبتك الشنطة ما تنسيش اللايك علشان نوصل لعدد اكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.